بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. قبل ما نبدا الحلقة ديالي اليوم بغيت نقول واحد جوج كلمات كما تيقولوا الناس. هاد المدونة وصداع المدونة، ما المدونة صداع المدونة، بغيت غير نذكر الناس بواحد القضية. هاد المدونة لا تعني الجميع، جميع المغاربة، لا تعني غير واحد الفئة، غير هادوك اللي تيطلقوا وتيدابزوا وتضيع النفقة ويضيع على كذا وكذا، غير اللي عندهم مشاكل زوجية، غير باش نديروا هاد الشيء في راسنا، اللي عندهم المشاكل الزوجية، اللي تيتزوجوا وما تيديروش الساس مزيان، ما تيبغيو يتزوجوا، اللي تيتزوجوا ما تيحبوش بعضياتهم، بدون حب، غتلاقاو غتساطحوا وتلاقاو. اللي تيتزوجوا خدامين شديا نطلق لك شديا نطلق لك النهار كامل، هما في الصداعات وفي الغواتات. حيت هذا القانون الجنائي العام او الخاص من دار، راه دار غير اللي تيقلبوا على القانون، غير اللي تيمشيو للاجرام، مشيو للجنايه ومشيو للجنحه ومشيو للصداع، مشيو للمحاكم، هادشي اش دار القانون. اما اللي تيتزوجوا، هنا نرجعوا للمدونه، تيتزوجوا عن حب وتيتزوجوا عن تراضي وتيتزوجوا وتيبغيو بعضياتهم، وهاد العائله تتبغي هاد العائله وتكبروا وليداتهم وتصبروا وتاي هادوك ما تتهمهمش المدونه، لان عمرهم ما محتاجين لهما، احتاجوا لها نهار داروا العقد، صافي داروا العقد وتزوجوا وعايشين مزيان وعايشين بخير وعلى خير. اما نزيد نقولها ونزيد نكبرها، المساخيط اللي تيتزوجوا زواج ديال إن عكسنا ونبدا بزات والطلاق وطلقها وجري عليها وتزوج عليها ودارت ناطيه قالت ليه كذا، راهم ما تتهموا المدونه. هيا باش ندير هذا الشيء في راس بعض الناس. اذا تنقول الناس اللي عندهم وليداتهم وعندهم بيوتهم وعندهم دورهم وعندهم عيالاتهم مرضيات وهما مرضيين عيالاتهم وتيتفاهموا بعضياتهم، ما ديوهاش في هذه المدونه، خلوا هذوك المساخيط يهضروا فيها، هذوك صحاب شد لي نطلق ليك. ونتوكلوا على الله ونقول الحلقه ديالنا اليوم. واحد راجل عطار ديال السواق، العطار هما اللي تيبيعوا العطريه، التحميره والكامون وكذا 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 وكذا. وهنا كاين واحد الخرجه غنبدا بها في الاول. شفتوا اش ولاو تيديروا في التحميره، شفتوا اش ولاو تيديروا الكامون، شفتوا اش ولاو تيديروا في البزار، التخريطه اللي ولاو تيخلطوا، وهاد المواد اللي ولاو تيزيدوا يقلبوا على الصباغه ويديروا الطحين ويديروا التحميره ويبيعوا الناس تحميره مطحونه ولا كامون مطحون ولا كذا وكذا. تنقول للناس احسن لكم ترجعوا كما كانوا والدينا بكري، تنقولها بعد العيالات، ما تبقاوش تاخذوا داك الكامون مطحون وداك التحميره مطحونه وداك الشيء مطحون. اللهم يدي واحد داك الشيء حبوب وديري المحلاز ويديك في الدار وتصوف في الدار وتنقى في الدار وتشمس في الدار، لان هاد المواد اللي تيديروا دابا تتخلع. هنا هذه وصيه تنقولها. العطار عنده الكامون وعنده الفلفله الحمراء وعنده البزار، نعزل داك الشيء حبوب ونشوفوا ونتاكد منه وندقوا في المهراز كما تيديروا والدينا بكري ويشمسوه وينقيوه احسن ما دير ديك العطريه اللي تنشوفوا دابا. اخر ما شفت واحد الفيديو بوليس طبيب بلدي مع رفقة البوليس وداك الشيء، دخلوا على واحد لقاو تيصوب التحميره، هذيك التحميره الحمراء تيديروها بشي بالطحين وتيكبوا عليها الصباغه وتيديروا كذا وتيدفعوا لعباد الله، ولقاوهم عاوتاني شدوا شي وحدين تيلعبوا في البزار تيخلطوا بشي ماده اخرى ماشي بزار وتيعطيوه كانها بزار، وهادشي تيأثر على الصحه. ردوا بالكم. هاد السيد هذا اللي قلت لكم كان عطار ديال السواق، العطاره ديال بكري كنتو تعرفوهم كانونيه، ما كانوش فيهم حراميات للاسف. كاين بعض العطاره دابا اللي الناس مزيانين معقولين. هاد العطار كان عنده كاميون، وبكري ما كانوش بزاف العطار عندهم كاميونات، كانوا قلال. وكان هاد العطار ملي تيكون عنده كاميون كانوا تيمشيو للسواق، اي مثلا واحد مثلا في الرباط تيمشي السوق لحد الرباط وتيمشي النواحي كامله ديال ديك المنطقه ديالو، بحال غنقولوا الجهه ديالو تيمشي فيها. الكاميون ما كانش تيهز غير العطريه، كان تيهز عطريه، كان تيهز السلعه ديال الناس اخرين اللي هما تما سواقه، هما الحوايج هما كذا هما كذا هما كذا، كان تيهز الكراس ديالهم. كنت تشوف واحد الكاميون تيدوزو هازين دوك الكراس، اسمح لي واحد وزداتي
شفتو على اتي على الطابله داروا لي اليوم على كيسان على براد، ماني داروا لي هادشي حطوا ليا، قلت له هاد البريدات وهاد الكويسات تنشوف انا في هاد الشيء هذا خصني غير السبسي السبسي اللي خاص شد السبسي كون نبقى نهضر معاكم بالسبسي نقول لكم مشى واحد العطار مشى الاخر جاو داو البوليس هذوكم مالي السبسي تطلعهم تيكون يهضر بالسبسي الله يعفو عليهم. على اي هذاك العطار كما قلنا الكاميونات تيهزوا السلعه راكم تتشوفوا تيهزوا الكراس هذه كراس بزاف غاديين تيهزوا الخناشي وتيهزوا السلعه، اي ان عنده واحد مجموعه ديال الزبناء ديال الكليان اللي هما بياعه وشرايه في السوق تيكونوا ديما من تيساليهم البيع والشراء تيعطيو السلعه ديالهم كامله وتيمشيو هما بلا سلعه. نوريكم كيفاش تيدخل داكشي تيمشيو في حالتهم ديورهم ولا كذا ولا كذا وتيتلاقاو في السوق الثاني بحال مثلا تسوقوا سوق الحد تصبحوا غدا في سوق اثنين لا بعد غدا في سوق ثلاث سوق الاربعاء سوق الخميس الا شي نهار شي سواق شي واحد منهم ما تيجي شي تيعطل شي مره ما يمشيش السوق الجمعه ولا كذا ولا كذا، ولكن السلعه ديالهم ديما تتنقل عبر داك الكاميون ديال العطار والعطار هما اللي كانوا عندهم الكاميونات كانوا العطار عندهم كاميونات وكانوا موالين البهائم ديال المواشي هذوك شكل، اما العطاره كانوا عندهم وكانوا شي ناس تاهم عندهم غير التوب بوحدو ولكن عنده كاميون تيهز عليه. اذا هذوك الناس يخلصوا ديك الزبناء ديالو وداك الشيء اللي تيبيعوا في العطريه وداك الشيء كانوا ناس من الناحيه الماديه لاباس عليهم. هذا العطار هذا كان لاباس عليه لانه كان يجيب السلعه بزاف ديال العطريه كان مشهور في السوق وراجل ما خاصو حتى شي خير كان مجوج كان عنده وليداته عنده واحد ولد كبير عنده 3 دراري 2 بنات وولد يا ربي 2 حسب مسطره 2 بنات وولد كما تيقولوا الحاله الاجتماعيه ديالو، وكان عنده ولده هو الكبير عنده ولد كبير. هذاك الولد قرا شي شويه قرا مشى للمدرسه وكذا ولكن ما من الثانوي خرج بحالته دخل تيعاونو دار ليه باه بيرمي ولا تيسوق هو الكاميو عاود ما تيسوقو باه، ولكن باه كان باقي بصحته مره تيسوق هو مره تيسوق الدري دخل في هذا العالم ديال العطاره وديال السواق وديال كذا وديال كذا وهذا ولا الدري خدام على راسو. ولكن هذاك باه كانت عنده واحد السلطه ابويه قاصحه دوك الناس ديال بكري، كان داك باه راجل قاصح تيقولوا الناس كان باه واحد راجل صحيح حتى في الصحه ديالو وكان شويه قاصح وكان هو السيد في الدار، اي انه واحد بنته بغات تزوج هو اللي جاب لها العريس مشى جاب لها واحد العريس عنده من البلاد وتزوج بها حتى انه داك العريس غيتزوج بها داها للبلاد مع ان البنت كانت عايشه في المدينه. وولدو فاش كبر هاد ولدو تنهضروا عليه فاش كبر الاب ديالو مشى جاب ليه مراه من الصراغنه هو اللي يجوجو ما الدري ما عنده ما يقول قال لي خصك تتزوج ما خصك تتزوج انا غنجيب لك المراه كما دار لختو مشى جاب ليه مراه من الصراغنه حيت هو صرغيني مشى جاب ليه مراه من الصراغنه جابها ليه للدار. الناس ديال بكري وزواجهم كانوا بعض الناس هكا دايرين الدري بغا يتزوج تيمشي يجيبوا ليه بنت البنت بغات تتزوج تيشوفوا راجل صلاة على النبي هو ما عنده ما يقول. هذاك الدري لما باه جاب ليه ديك السيده من عائلته من الصراغنه وقع تغيير في حياته بحال هو داك الولد ما بغاش ديك البنت اللي جاب ليه باه، ولكن ديك العلاقه اللي عند الوالدين ديال ديك البنت مع الاب ديالو من الناحيه العائليه علاقتهم بنت خالته قريبه لهم وكذا وتيجيو الاخرين عندهم الاخرين تيمشيو عندهم في الصيف تيسافروا عندهم ما قدش يهضر داك الولد ما قدش يهضر. وهذا الشيء بقى كاتمه في حياته وحتى قالوا من وقعت المشكل اللي غنعاود لكم واحد الناس صرح به شي وحدين قال لهم انا ما حملتش ديك المراه من النهار الاول فاش جابها لي با جابها لي من العروبيه ما تتعرف والو مساليه كذا كذا والدري كبر في المدينه وجابها لي على اي مشى جاب لي ديك البنت من الصراغنه والولد ما بغاها شيء ولكن ما لقى ما يدير قدام السلطه ديال با وداك الشيء وتزوج ديك البنت. تزوج ديك البنت والبنت بقات معهم في الدار وبقات مع امو
والولد بقى مع باه تيخدم في العطريه، وباه مرض ما بقاش تيمشي، بقى الدري عطار معروف تيمشي ويجي. ولد واحد البنت مع هذيك، ولد معاهم ولد وبنت، وبقى جالس. دازت الايام مات الاب، ومات الام ديالو، بقى في الدار هو وياها وبنته وولده. هذاك الولد ديالو كان تيمشي معاه حتى هو، حاجة بوك لا يغلبوك، حتى هو ولا تيمشي معاه للسواق، تيمشي مع باه مع هاد بجديد، تيمشي معاه للسواق وداك الشيء. ولكن بدا تيوصل تيبرقيق بباه، بدا تيوصل الهضره، اي حاجه تدور في السوق واي حاجه تيشوفها او حاجه كذا تيوصلها لمو، هذيك مو جالسه في الدار. حتى وصل لها واحد المره قال لها راه انا سمعت واحد العطار تيبيع تا هو الجمله كبير، عنده تيبيع العطريه بالجمله، تيجيبها للسواق تيبيع لهم، هو تيبيع دوك العطار اخرين بالجمله. قال لهم راه واللي تنمشيو للسوق تنمشيو نباتو عنده، والوقت اللي ما تيجيو شي تيكون شي سوق قريب ليه، قال لهم راه تنباتو عنده داكشي. وقال لها راه سمعت انايا با غيتزوج بنته، با غيتزوج بنت داك العطار. واش باه بغا هاني تيوصل هاد الخبر لمو باش تولي مستعده لداكشي اللي غيدير، او الدري يخطف شي معلومات من هنا ومن هنا، مع الدري برهوش لا قرايه لا والو، ولا تا هو غا السواق وتسوق الخبر من لهنا. ولا تيقول لمو ما راه جات عندنا البارح للسوق، تيكون السوق قريب ليهم، وراه مشى معاها با راه تقدا ودارو، قال لي رد بالك، ومشى تقدا ليها وكذا كذا، جا ديك الفا حطتها عندنا وبقات تتقدا ومشات، وتيصوب ليها كذا وتيصوب ليها كذا. الام قد تجمع الهضره من عند ولدها، وعرفت بان راجلها راه ولا عنده علاقه مع بنت داك العطار الكبير اللي معروف حتى هو في السوق، وبانهم تيباتوا عنده، بانها من تجي للسوق هذيك البنت هي وما تيجلسوا عنده، بعض المرات تجيب وحده تيخليها وتنوض يتقدى معاها، تيمشي ما عندك الزاره وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. عرفت بانها بدات علاقه وهي تخرج الراجل قود. واحد النهار قالت ليه انت مالكش بينك وبين بنت العطار؟ شكون العطار؟ قالت لي بتبوج مع العطار اللي تيدفع لكم السلعه، تتباتوا عنده. قال لي راه السوق من تيكون حدا راه تنباتوا عنده، وراه شتي من تيكونوا هما حدايا هنا راه تيباتوا عندي، شنو فيها؟ قالت لي وبنت واش بغي اش بينك وبينها؟ قال لها بغي نتزوج بها وغنتزوج بها، هادشي اللي بغيت تعرفي. قالت لي غتزوج بها؟ قالت لي صافي سيك غتزوج بها، انا غادي نهز راسي ونمشي في حالاتي، نمشي للبلاد. قال لها سيري للبلاد. شادو من هنا لهنا، هزت المراه حوايجها، صاقت بنتها، خلات ليه الدري تما، مشات للبلاد. ودابا الدري راه ولا عنده شي 16 عام، البنت راه ولا عندها تقريبا شي 14 عام، عاد هما تخلق لهم هذا المشكل، عاد خلق هذا المشكل، عاد هو فكر يتزوج، عاد هو بانت ليه بنت بوج مع العطار اللي معاه في السوق اللي هو تيدفع لهم الجمله، عاد بانت ليه واتفق مع هذاك السيد، لان كما قالوا الاخوان قال لك راه كانوا تيشربوا هو وياه، اتفقوا يمكن شي جلسه ديال الشراب، وقال لي انا بغيت بنتك، قال لي انا بغيت بنتك، وديك المراه شتي انا ما عنديش معاها، وجابها لي الوالد وتصيدت فيها وما تتفاهمش وما تديرش وكذا وكذا، واتفقوا وبداو في هذا الشيء هذا. والمراه من ساقط الاخبار قالها لها ولدها، هزت الضربه ومشات سرغنا، مشات لسرغنا، بقات تما واحد المده، جاب باها وجاو عائلتها وداك الشيء تيديروا معاه الاميابل، حلوا معاه المشكل كذا. هو تيقول ما شوفوا وبغات تسكن، ها هي ساكنه في دارها ما خاصها حتى شي حاجه، ها هي وبنتها، ياك الدري معايا في الخدمه، ياك تنخلص لهم، ياك تندير لهم، وبغي نتزوجها عباد الله، والنبي عطانا 4، وانا قلت لهم غا جوج، غا هذه والاخرى، وهذه كبرت وهذه دايره وانا فاعله وانا بغيت نتزوج وانا كذا، واللي عطاه الله مع البنت عطاه، وانا صافي راه اتفقنا وراه درنا ودرنا. قالوا لها سيدي اتفقوا واحد الاتفاق، قالت لهم الا غيتزوجها ما تسكنش معايا، انا ما تسكنش معايا، ما تسكنش معاك، ما تسكنش معايا. فعلا ما سكناش معاها، تزوج بها وما سكناش معاها، وخدا واحد الدار عند داك العطار كان تيحط فيها غير السلعه، داك العطار الاخر تحت فيها غير السلعه، نسيبو ولا نسيبو، خواوها من السلعه وصبغوها وقادوها وسكن فيها وخلى فيها هذيك السيده.
وبدا هو تصلح ذات البينه بيناتهم، اي ولا في العيد تيمشي يجيب ديك مرته جديده عند القديمه، عرفوا بعضياتهم في المناسبات يدي هذه كذا. كان واحد الموسم كما تقول واحد السيد كان قريب لهم واحد الموسم تيديهم من ذاك الموسم تما تيدركيطون كما تيديروه الناس، وتيدي العائلات بجوج قديمه وجديده او تيتقاربوا بعضياتهم. هذيك الجديده حملات وولدات ولد جالسه في دارها. الاخر راه تعرفوا دابا مع المراه الجديده راه تيجي عند القديمه يبات في واحد الليله، ولكن تيمشي عند اخرى تيبات واحد السيمانه، عاود تيجي عند الليله عاود يبات اخرى 10 ايام. هذيك الا بات واحد الليله تيقول لها غنمشيو عندك خايتي نسكتو نديرو خاطره ونعطيوها المصروف ونعطيوها داكشي، وعند اخرى تيبات 10 ايام وتيقول الاخرى قولي الله يحسن لها وانا انا كرهت نبقوا واش صحابك انا وراه حنا في السوق نعزو في الكاميو صحابك انا تيما عندها كاس تما ولا وتا هي نمشي غنطلع عليها وصافي. هذا اللي المشكل اللي تيوقع ديما الراجل اللي عنده جوج عيالات، الراجل اللي عنده جوج عيالات او عنده 3 عيالات هذا هو المشكل. اما ان يكون ديكتاتورا يسكن في دار وحده، خصو يكون ديكتاتور، خصو يكون داك الرئيس ديال كوريا الشماليه بحال هكاك صافي، بحال كوريا الشماليه اللي دار يتيري فيه، خصو يكون ديكتاتور. اذا كان عنده عيال في الدار يكون بحال بكري انا تنعقل والله يرحمه جدي الله يرحمه بات الوالده ديالي، وكنا في الصيف تنقراو وفي الصيف تيدوني للبلاد، وكانت عندي احسن ما تنتمنى في حياتي هي النهار اللي تنتحروا وتيقول يلا راه امي تتقول راه نمشيو للبلاد، تمشي للبلاد تيدير البريانتي تنشط هكا تدير واحد القميجه تسبرديله وتنبقى غادي للبلاد غادي وداك الكار غادي وتنطل تنشوف حاجه بحاجه. وهي شحال كانت ديك الساعه البلاد شي 60 كيلومتر، كانت تتبان لي عرفتي شحال بعيده البلاد، كانت تتبع حنا في صغرنا وكنا تنمشيو ديك الذكريات. ومنها نقول لكم واحد الذكرى واخا زوينه قبيحه باقا عندي واحد التقيبه كانت عندي هنا ومشات ما بقاش عندي هنايا بكري، ما بقاش كنتنقصها بيديا هنا. واحد المره مشينا للبلاد مع الوالده كان الصيف، ومشينا للبلاد في طاكسي، ما مشيناش في الكار مشينا في طاكسي، دوك الطاكسيات الكبار اللي كانوا بكري. وانا بقيت تنطلب الوالده باش نجلس حدا الشرجم. المهم 4 الناس يكونوا اللور، كانت واحد الاخت ديالي وكانت الوالده وكنت وانا بقات بلاصه هنايا، ومول الطاكسي تيقول لي الله غادي كذا اللي غادي كذا وانا خرجت برا وقالت لي الوالده طلع، قلت لها لا بغيت نجلس من جهه الدجاجه. واحد خينا لابس واحد الجلابه ديال ديك الجلابه الصوف الدرعه، ديك الجلابه ديال الدرعه وغليظ، وقال لك ادخل اودي ادخل، قلت له لا بغيت نجلس حدا الدجاجه، قال لي ادخل ادخل داخل، ادخل اودي الداخل. هو يدخلني وداك الراجل زمتني زعما يلاه تنشوف هكا والله ما بغيت ننسى ليا، وتنشوف زعما بغيت نشوف الطبيعه وداك الشيء تنشوف القدام تندير هو زامتني، وانا كنت حسن نشوف حدا الدجاج بحال الكار. والمصيبه الكحله داك الراجل بغى يهبط في واحد البلاصه قريبه لذاك الدوار ديال الوالده اللي غادي ليه، وبغى يهبط وانا صحاب غنهبطوا كاملين. هو هبط وانا بغيت نتبعو، هو رد الباب بديك القوه ديال ضربي طن ضربتني ديك البواليزه طلع ضربتني لهنا عرفتي دار الدمايل مسكين ما بلاتي كذا طاطا ما طاطا. كانت حدا واحد البركه تما ولا دار ديال العروبيه طلبوها، قال واحد المراه راني عافاك شويه د الماء، جابوا الماء بقيت غسل وجهي قويميجه اللي عندي بيضه تعمرت بالدم، تنقول نشوفوا خميجتي فيها الدم تيقول لي صافي دابا تصبن. هذا داروا لي التحميره من عند ديك المراه وداروا لي واحد الزيت حزموني راسي، داروا لي التحميره مع شي طرف الحامض وكملت بها الطريق حتى مشيت للعروبيه. وبقى في الحال تيسلموا عليا كانوا تيعنقوني غير تيسمع تيقول لي مالو، تيقول راه ضربوا في الطاكسي مالو ضربوا في الطاكسي. ودوز ديك العطله خايبه لان ديك الساعه ما كان الانتيبيوتيك ولا مريبي، زرقت لي عينيا وشادات ولا تجيني الدوخه ومسقي لي داك الشيء. داك الصيف كنت في الصيف دوزته. جدي كما قلت لكم جدي في البلاد الله يرحمه وكان راجل فقيه، وكان قابل واحد الجامع وكان تيصلي به. الفقهاء ديال بكري الله يرحمهم، الفقهاء اللي كانوا عايشين من ديك الاربعيه والحديه
داك اللي كنا تنعطيو داك اللي تيعطيو الدراري كنا تنعطيو حتى حنا، كنت والدينا تيخلصوا علينا 4 دريال. 4 دريال كانت فيها نجمة المغرب 4 دريال، وكان تيخلصوها نهار الأربعية والحدية، الأربعة والحد تيخلصوها. وكانوا هادوك الفقهاء كما كان هاد جدي تيخيطوا جلالب الناس ديال القبيلة، حتى هنا كانوا الطلبة تيخلصوا، وكانوا تيداويو. راه قلت لكم واحد النهار تيداويو بالقلم، تيجيبوا واحد مريض وتيدخلوه كما كنا حنا تنمرضوا، تشدنا السخانه ولا اي حاجه، ما كناش تنقولوا عيطوا للطبيب ولا كذا، جيبوا الفقيه. وكان تيدخل عندنا الفقيه للدار وحنا تنتسناو فيه، وتيجيب مسكين داك القلم، تيجيب داك الكاغيط ديال السكر بالسكر زرق، وتيدينا وتعلقنا واحد الحجاب هنا، وتيشربوا لنا شي حاجه في واحد الزليفه، وكان تيجيب الله التيسير، وكنا تنصحوا لاباس. وكانوا الناس شي دري الا كان مريض مركبه مو ولا غادي في الزنقه تيقولوا للناس وديه عند الفقيه يكتب ليه بعدا. كانت ثقه كبيره في الطلبه، وكان دوك الطلبه عندهم الايمان الحقيقي، الطلبه اللي كانوا محترمين وكنا تنقدروهم وتيقدروهم والدينا. هاد جدي كانوا عنده جوج عيالات، وكان هادو جوج عيالات من تمشيو تما الله يرحمهم مساكن. وكان هو عنده واحد البيت موقر داك البيت، وما كان تيدخل حتى شي واحد داك البيت، تينعس فيه هو في الكتوبه، في القران ديالو، في داكشي ديالو كلشي. وكنت انا وحدي اللي عندي الحريه تندخل وتناكل معاه، ما تنبغي ناكل عيطوا ليه، حيت انا زعما ولد بنته اللي جا من المدينه كنت عزيز عليه، وتيبقى يضحك معايا وتنبقى نعاود ليه على كذا ونعاود ليه على كذا على المدينه. وكان تنجلس معاه، كان غليظ الله يرحمه، وكان عنده واحد السنطه الجلد كبيره باقي عاقل عليها. وهذوك جوج عيالات عنده كانوا تما مقابلين البهايم، مقابلين الماكله، مقابلين داكشي. وكان من تيطلع لي الدم تيخرج ديك السنطه، تيجبدها تيصلخ هادي طاف حتى واحد ما يقد يفك، تيمشي الاخرى تيتناقشوا بعض، اش هنا طاف تيعطيهم. باش قلت لكم اللي بغى يدير جوجيات خصو يكون بحال هكا، خصو يكون ديكتاتور وما يميلش لهاد الجي ولا هاد الجي، حيت هذوك في ذاك الوقت ما كانوش تيميلوا. عنده جهات في الدوار، جوج عيالات، هذيك حقها وهذيك حقها، ان تعديلوا. هذوك الناس كانوا يعدلون، ولكن مع الصرامه ومع الجبروت ديالهم، مع لا كلمه فوق كلمتهم. اذا العيالات ما تيقدوا شيء، دير لي داري، سكنني بوحدي، تبعدني منها، ما كانش هاد الهضره هذه. اليوم ولي هذا الشيء هذا. هنا هذيك المراه كما قلنا بقات عايشه بوحدها، الاخرى عايشه بوحدها، هو تيربق بيناتهم. هذيك ولدات ولد، مراه جديده، دوزت واحد الوقت حملات، من الحملات بالبنت الثانيه، راه العلاقات قادت ما بين العائلات بجوج، تجي عندها تهضر ليها كذا 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 كذا. الولد الاول تولد في الدار، اي القابله جات للدار. تعرفوا القابلات اللي كانوا بكري، امي فلانه ولا امي فلانه معروفين قابلات، كانوا تجي للدار. البنت الثانيه داوها للمستشفى، المستعجلات. في المستعجلات يا ربي في ماتيرنيتي يداوها باش تولد في قسم الولاده. قسم الولاده تعرف اليوم العائلات تيدخلوا في الصباح تتولد، تيقدوا يجيبوها العشاء ولا لا غدا تيجيبوها. ان الطب زاد قدام، تقدم لها في الطب، مابقاش مشاكل. ولكن البكري كانوا العائلات تيديهم لقسم الولاده، وهادشي عشناه في المستشفى اللي كان عندنا في المدينه ديالنا. قسم الولاده كانوا بكري انا تناقل العائلات تيتعطلوا، تيبقاو 3 ايام 4 ايام هما في الولاده. اليوم بكري كان الراجل يتهرس، اليوم الراجل اللي تهرس مرجو تيديوه للمستشفى، تيبقى يديروا ليه القبص، يديروا كذا. من كما كانت التهريسه تيدير واحد 10 ايام من تحت، مثلا 3 ايام يخرج، 4 ايام يخرج، 10 ايام يخرج، قليل اللي تيبقى شهر شهرين تيكون شي كسور خطيره بزاف تيتعطل شي شويه. ولكن بكري وكان تلقى الراجل مهرس من رجليه وتبقى في المستشفى واحد المده، خصو حتى يخرج تيحيد القبص، تيبقى غادي على رجليه غادي في الزنقه. هاد المراه هادي مشات تولد في المستشفى، بقات تما واحد 4 ايام وهي في المستشفى، يمكن كان عندها شي مشاكل. وشكون اللي كان تيزورها؟ كانت تزورها مرته القديمه، كان تمشي عنده هو ومرته القديمه تيديو لها ماكله، يديو لها، وباها تيجي بعض المرات تيدي لها ديك 4 ايام. ولدت بنت وجات لدارها. لما جابوها لدارها جات مريضه، وجات مريضه بزاف، وكانت تطرد كما تيقولوا، تطرد بزاف، ومراه عاد نفسها. عاود السيد هزا وداها للمستشفى. المستشفى
عجبو من الحاله ديالها كما تيقولوا، وقال خصها تنعس عاوتاني في المستشفى. نعسات في المستشفى وهي نافسه وماتت. كيفاش ماتت؟ واحد ما عرف. والله يمكن ذاك الوقت ما داش لها لوطوبسي، ماتت نفسها، ماتت صافي، دازت الكلام. الراجل تيقول شنو سببها؟ شنو كان تيدو لها في الماكله؟ حتى واحد ما تهم شي حد. ربما كان شي ناس تيقولوا وضرتها راه من هي اللي جابتها في السبيطار وجابتها فاش ولات نافسه، ضرتها عطاتها شي حاجه. يمكن ما عرفت، ولكن المراه ماتت مع انها باقا صحيحه، باقا صغيره، والبنيه بقات عايشه. البنيه. هنا بات البنت اللي ماتت، العطال اللي قلت لكم، قال لها ودي دابا الدري ولدك تيخدم معاك وهذا، ودابا البنيه هذه الدري الاخر راه كاين، اعطيني هاد البنيه واعطيني الوليد ولاد بنتي يعيشوا معايا، انا كاين غانا والدار هنا، وعندي هنا اللي مقابلني وتيخدم ليا وداكشي، راك تعرف العطريه يعمروا على بنتي وداكشي. اما المراه الاولى ديالك راه عايشه، راه كذا، راه مولفه، تيجيو عندها عائلتها. خداو البنيه اللي تولدات، خداو الولد وداه جدهم وبات المرحومه وبقاو عايشين. الاخر كمل حياته هادي، تيمشي خدمته، الله يرحم فلانه، الله يرحم فلانه، الله يعظم اجرك، الله يعظم اجرك. بقى دوز واحد عام ونص، ولكن داك العطار نسيبو عنده بنته واحده اخرى عنده، وهنا اتفق معاه، قال لها ودي انا غناخذ خط المرحومه بنتك اللي باقا ما مزوجاش، غادي ناخذها، وهي كانت شويه كبيره في العمر كما تيقولوا. قال لي غناخذها. هاد بنته كانت خدامه في واحد المعمل ديال تيصاوب داك المصبرات ديال الخضره، تيديرهم في الحكاك تيصدروهم. خدامه في داك المعمل، كبرت شويه في العمر، ما تزوجت حتى، كانت عازبه، وكانت تخدم وتمشي تجي عاديه. الاخر من جا قال لي اعطيني بنتك الاخرى، هي اللي غتقابل لي ولادي الايتام بجوج، وبنت كما كان غتحن عليهم لانهم اولاد اختها، وغتحن عليهم وكذا وكذا، وتم الاتفاق على ذلك. عاوتاني جا مره اخرى وصرح المراه، قال لها شوفي انا غناخذ اختها، ما غنبقاش بلا زواج. هاد المره الثانيه عاوتاني نوضات معها واحد الفضيحه، صافي ياك خليتك تزوجتي، ياك ولدتي، ياك درتي ما هذا يا صراغنا. عاوتاني مشى للصراغنا، عاوتاني دخلوا في المفاوضات، دخلوا من هنا لهنا ورجعوا. هاد المسطره وهاد القضيه هادي لانهم هاد الناس تنعرفهم وقصتهم كانت مشيوعه معروفه. القصه ديالهم هادي تنعاود لكم كانت معروفه. وشكون اللي ذكرني فيها باش نقولها لكم؟ هو الشخص اللي تبين بانه مجرم في هاد القضيه هادي ودار جريمه، واللي بقى في هاد المدينه عندنا حتى نعاود لكم في الاخر المصير ديالو اش غيوقع ليه. ما نغلطكمش، نخليكم معايا. تزوج اختها وسكنها بالدار اللي كانت ساكنه فيها اختها، وهي ورثت اختها بحال ورثت اختها بديك الدار وحوايجها وكوزينتها وداك الشيء، كل شيء بقى ليها وداك الشيء، وبقى عايش معاها، تزوجها. ولكن هذيك واخا هي تزوجات وكانت في ذاك المعمل خدامه، وكان عندك بحال غنقولوا كرات في ذاك المعمل بحال كابرانا هي على البنات وداك الشيء، وكانت تخلص مزيان. واتفقت معاه، قالت لي شوف انا ربيت الدراري وكذا، وامي راه معايا وكذا وكذا وكذا، وندخل شي وحده خدام عندي في الدار، كاين خدامه في ذاك المعمل، نبقى خدامه في ذاك المعمل، ما نحيدش من ذاك المعمل. قال لها واخا. دوز معاه 3 شهور من بعد الزواج، امور هادئه. هي هاد البنت هادي كان في الاحساس ديالها يمكن
كانت تتوجه التهمه ديال الموت ديال اختها تتوجه لضرتها، تتقول ربما هذيك هي اللي كانت تقولها لهم كما تيقولوا هما بعد الجلسات، تتقول لهم انا والله اللي خرجت على اختي هي ضرتها. لما تزوجها المعني بالامر قطعات مع ديك ضرتها، قطعات مع ضرت اختها اللي ولات ضرتها، ما بقاش تهضر معها، ما تمشيش عندها وما تقبلش في دارها 8 شهور من نهار تزوجت ما تبغيش تجي عندها، تتقول لي هذيك ما تقربش عندي، درتك ما تقربش عندي، تمشي للخدمه وتجي، تتمشي للخدمه بالطوموبيل ديال الخدمه، تتهز بزاف الخدامه وتحطها وتتمشي تقريبا واحد 800 متر في واحد مسلك، طريق مسلك خاليه، تمشي وتمشي للدار، عاوتاني الصباح تتركب تمشي تخرج، داك المسلك تيدوزو كاع والناس كلهم تيدوزو منه. واحد النهار كانت الجمعه، هي ديك الجمعه كانت عندها ما غتخدمش، مشات للخدمه، خدمت حتى قربت صلاه الجمعه وجات في حالتها، وجات في الطوموبيل اللي تدوز بعد البنات حيت تدي داك المعمل فيه بزاف البنات تديهم وتجيبهم، وزات وبقات غاده. وقفوا عليها واحد جوج تريبورتور، هاد الجوج دوبلوها حسب ما تيقول واحد الشاهد. واحد الشاهد تما عنده شي فصه، تما كان فصه تيحيد الفصه حيت ديك البلاصه خاليه فيها شويه الفلاحه وداكشي، كاين شي فصه تيحيدها. داك السيد تيقول شاف البنت من كانت هابطه لان كانت الدنيا خاويه مع الجمعه مع الدور، الناس المساجد وداكشي، تعرف الجمعه في الدور تتخوت الدنيا في البوادي وفي المدن تعرفوا الناس تيمشيو للجامع وداكشي. قال لك تيشوف الطوموبيل حطات البنت، تيشوف البنت دايزه هابطه، تيشوف جوج على تريبورتور، وكانوا يلاه بانوا لي تريبورتور في المغرب، تيشوف جوج على تريبورتور، إذن ما كاينش بزاف، كاين غير جوج، كاين غيكون واحد ولا جوج ديك القبيله بديك الحومه بديك الزنقه، تيشوف واحد تريبورتور دايز راكبين فيه جوج، تيقول تريبورتور زرق، تيقول عنده واحد الحديد، داك الحديد باش يدور الباش ولكن ما كاينش الباش غير الحديد راكب اللور، تيقول واحد صايقو وواحد راكب بجنبو، تيقول فاتوا البنت بجوج، وتيقول وقفوا واحد وقفه شتهم تفاتوها وتيصوبوا الموتور، وقع لهم الموتور وقع عليه شي بان، تيقول البنت بقات غاده مقربه حداهم، تيقول واحد الوقت تيشوف هو سمع واحد الغوطه دار، تيشوف هذوك اللي في الموتور جبدوا، تيقول انا شفتهم عن بعد جبدوا حديد ولا ماس ما عرفتش، بقاو تيضربوا بديك البنت ودفعوها في الفوسي، وتكاو عليها طاحوا عليها في واحد الفوسي تما، وركبوا على الموتور رجعوا لطريقهم ودازوا. هو بدا تيغوت، هو راجل كبير تيقول الشاهد بديت تنغوتها ولاد الحرام ولاد الحرام، وبقى غادي تيجري بداك الفو ديالو تيجري، ولكن هما مشاو طاروا. تعلم الامن مع ان المنطقه تما كانت عاد دخلت عند في النفوذ ديال الامن الوطني، كانت من الضاحيه ديال المدينه، من جناب ديال المدينه، باقي الناس ديال البهيم تما، كاين اللي باقي عنده شي فليحه باقي داكشي، ولكن دخلت في النفوذ ديال الامن الوطني. دخلوا مشاو لبوسعيد المكان، لقاو السيده مقتوله مضروبه ضربا مبرحا، مضروبه راسها، مضروبه العنقه، مضروبه اي اللي ضربوها بشي حاجه كبيره، وباغي كما قال لهم ذاك الراجل قال لهم بالله على الشواق راسي تشوف الشواق تيضربوها وماتت. تيقول الموتور زرق، تيقول عنده الحديد ديال الباش، تيقول جوج الناس، تيقول شي شاهد اخر غيقول شي حاجه، شي شاهد كاين شي شهود بداو غير تيجيبوا من الريوس نسمعوا داك الرجال قال موتور زرق، شفنا واحد موتور زرق، كاين شكون هما؟ دازوا عندنا تيجريو وشكون هما؟ وتيقول السيد بانه لما هربوا ما مشاوش للطريق الرئيسيه اللي غيدوز منها الطوموبيلات، مشاو مع الطريق الحراتيه، تيقول تعرف الطريق الحراتيه اللي وسط الحرس، بقاو غاديين مع الطريق الحراتيه ما طلعوش الطريق، يمكن يطلعوا لها من بعد. شكون البنت اللي ماتت؟ هي البنت ديالنا، هي مرت العطار ديالنا اللي تيهمنا، هي الزوجه الجديده ديالو، هي اللي بقات شاده في الخدمه ديالها، هي البنت اللي ماتت، هي البنت اللي قتلت. البحث شكون هذا اللي قتلها؟ الشاهد كاين، خصنا الموتور، بقاو تيبحثوا من هنا لهنا، تيبحثوا توصلوا لواحد القضيه بانه في ديك المنطقه كاينين 4 الموتورات، ديك المنطقه اللي هما ديال تريبورتور، واش شي واحد من دوك 4 الموتورات ولا شي واحد
خارجه من شي مدينه ولا شي حاجه، ما يمكنش شيء. وصل البحث ديال البوليس بانه ولد المراه الاولى، ولد المراه الاولى اللي تيخدم مع باه مع العطار، عنده واحد صاحبو عنده تريبورتور تيقصر واويه، تيكميو الحشيش واويه، معروف تما. بعض المرات تيجي عندهم، ما تيجي عندهم، تيدخل عندهم للدار، ما يدخل عندهم للدار، كان البحث ساهل. مشاو البوليس عند داك ولدو، قال لي صاحبك مول التريبورتور فين هو؟ وديما تيجي عندكم، ديما داخل عندكم ديما. قال لهم انا كاين، ولكن هذاك عنده التريبورتور احمر وعنده الباص، وهذا اللي تيقولوا قتلها راه عنده تريبورتور زرق. قال لي ورينا بهذا التريبورتور، ها صاحبك التريبورتور اللي عنده زرق، حنا بغينا زرق. قال لي ما عنده احمر. قال لي بغا وريه لينا شكون هو. الناس تيعرفوا هذاك، تيجي عندهم واحد خينا، واحد الزفري تيجي عندهم تما للدار، تيجي مره للدار وداك الشيء عنده صاحبه. ساهل القضيه. مشاو جابوه هذاك السيد، وراهم جابوه. تيشوفوا بان الصباغه جديده، تيشوفوا داك خينا في يدو الصباغه، في يدو صباغه، اي صباغ الموتور بيدو، اي واخا غسل يدو باقي شي طراس في الضفار لاصقين ديال الصباغه. انت اللي صبغتي الموتور، هذا هو الموتور ديالك، انت اللي صبغتيه، صبغتو. كيفاش كان اللون ديالو؟ كان اللون ديالو زرق، وزدت عاودتو بالزرق. تيلقاو الباش مجموع في واحد البلاصه. علاش حيدتي هذا الباش من الموتور؟ حيدتو. علاش حيدتي الباش من الموتور وانت تهز السلعه، تهز البلايص، ودير فيه كراسه اللور تيجلسوا الناس؟ علاش حيدتي لي الباش؟ شحال هادي باش حيدتي الباش؟ شحال هادي؟ هذيك خينا ساكن غير مع مو، جبدوا مو تيبحثوا معاها، مرا عندها غوكود، قالت لهم راه هادي واحد 4 ايام صبغ الموتور، وداك الباش حيدو. قلت له ودي اش غتحيدو؟ قال لي خليه هنايا غنحيدو. قلبوا الدار ديالو، تلقاو فيها 2 زبارات، 2 ديال الزبارات مخبين في واحد الجهه تحت واحد الشوك، لان عنده هذاك الدري ديال البراكه مخبين تما. 2 زبارات تلقاو فيهم اثار ديال الدم. لقاو ليه القبض وداوه، بداو تيتحاسبوا معاه هو وصاحبو. قضيه سهله، انت غتصبغ موتور على غفله ولا كذا، والصباغه باقا في يدك، والاخر تيقول لهم راه كان الموتور عنده واحد صاحبي عنده موتور احمر. الناس زعما تفكروا زعما انهم اتفقوا باش غادي يقتلوا هذيك السيده. قال لي مشيو الموتور، ولكن باش ما يعرفنا حد نبدلوا ليه الصباغه ونحيدوا ليه الباش باش ما نتعرفوش. في الاعتراف ديالهم تيقول فعلا حنا قتلنا هاد السيده هادي. ولد العطار كبير، ولدهم المراه الاولى اللي قلت لكم، تيقول انا امي اللي قالت لي هذيك تموت والسلام، هذيك ما تبقاش حيه، صافي اللي وزت عندنا الاولى راها ماتت، هذه ما تبقاش. شوف كي دير لها. تيقول بانه تم اتفاق ما بين هذيك المراه وولدها وداك خينا اللي تيجي عندهم. وداك خينا اللي تيجي عندهم علاش تيجي عندهم؟ ماشي غير مصاحب مع ولدها، عندها واحد اختها هي كانت جات مصر، انا جلست معاها، وداك خينا بغا ديك اختها، وديك اختها ما بغاتوش، ولكن ديك المراه قالت ليه ولا علي غير صبر، غير عدي معاها كذا كذا تطرطب على خاطرها ونزوجها لك. وجاتها مناسبه باش تقول ليه شوف هذه راه حسبها مراتك، ولكن الاخرى ما تعيش. شوف كي الدوله تلقاو لي عطاو البوا دقه واحده، وتم اتفاق ما بينهم مع الام وولدها وداك الطرف الاخر، وتاكد بان المراه داخله في لافير، هي اللي قالت لهم سيروا. هذا غواتو بالبنت اللي عندها بختها، قالت لي هذه خوضها وكذا وكذا وكذا، وانا غندوزها لك وكذا وكذا، وان البنت تيقول هو ما بغاتوش، ولكن تقول لي احسبها عليا انا، ولا تيجي عندهم ديما. وولدها قالت لي راه غنعيشوا المشاكل اللي عشنا مع الاولى، وراه هذا غتولدي حتى هي، والورث ديالك غيمشي لك وغيدير له وغيدير لك، وعمراتهم بجوج. اتفقوا ديك الخطه اللي داروا، تلقاو البنت مسكينه جايه من تماره هابطه في يوم الجمعه، وتلقاو لها عرفوا ديك الطريق خاليه وضربوها، وتعترفوا بانهم كانوا مغطين وجههم، وجابوا لي كنقول باش مغطين وجههم، داروا واحد الطواقي على وجههم باش كانوا مغطين وجههم، حيت واحد السيد تيقول انا دازوا قدامي ناس بالموتور غادي مجهد وجههم مغطيين، تيقول ما عرفهمش شكون. في البحث ديالهم كانوا تيبحثوا بورتا بورت ديك الجهه، تيبحثوا البوليس، غطاو وجههم، تلقاو البنت قتلوها. شكون بيدافع من ديك المراه
ولا بغى يتسرط ليها باش يعاود يتزوج مرة أخرى، كما ما تسرطش ليها الأولى. ولا يستبعد بأنه ربما ديك المرة ما داش مسكين الأوطوبسي الأولى اللي ولدته ماتت، ربما حتى هي مشات مسمومة ولا مشات مقتولة من طرف الذرة ديالها. هنا غنقول واحد الهضرة، راه ما يمكنش امرأة في الدنيا يتزوجها راجلها وتقبل. خاطر الهضره لا شي وحده تتزوج على راجلها تقول لك دابا انا راجلي مزوج ولكن زعما مراته بحال اختي حنا خواتات بجوج، تيبغيني وتيبغيها وتتجي عندي وكبرت لها ولادها. داكشي غير الهضره. حتى راجل ما يبغي راجل يشرك ليه مع مراته، حتى راجل ما يبغيش راجل يشرك معاه المراه، امبوسيبل. كاين في واحد الدوله في اسيا، شي دوله ولا شي اقليه كاينه في اسيا، الخوت تيتزوجوا مراه وحده قال لك باش ما يدخل حتى شي واحد في الورث ياخذوا من الاراضي ديالهم. الخوت تيتزوجوا مراه وحده، 3 4 تيتزوجوا مراه وحده. ما كاينش شي مراه تبغي مراه رجال يتزوج، ما كاينش. ولو تمرض وتهلك وتولي دايره هكا في الفراش، لا ما تتبغيش. راه ما يمكنش مراه ناعسه بدارها وعارفه راجلها راه مع المراه الاخرى، تتحس بلك ليل راه مع اخرى، راه جالس معها ولا يعلم الله، ما تتبغيش. وهذاك الشيء اللي وقع ديك السيده الدره، ما حملتش الاولى، واش قتلتها؟ العلم لله، لان ما درتش الطوبسي كان دازت، والثانيه ما لقات غير ولات تكلفوا بهذه المهمه لان اخرى بعيده منها ما قربتش لها، ما لقات الا ولدها وداك خينا اللي طامع في اختها باش تدفعوا من هذه الجريمه هذه. تقدموا كل شيء للمحكمه وتحكموا كاملين ب30 عام، 30 سنه من السجن. هنا غنختم هاد الكلام ديالي بما قلت سابقا. وقد ما لقى الواحد في دارو، وقد ما لقى الواحد في مراته، اعطي لمراتك حقها، والمراه تعطي الراجل حقوقه في الدار، ماشي الدار في الورث، لا، حقوقه في دارو يكون متع ومريح وهاني، وتبعد مراه من الصداع وتبعد من الغوات وقالوا لك وسمعت عليك وداروا دريه. والراجل يعطي لمرته حقها في دارها، تكون حتى هي عندها واحد السلطه. العدل يا صاحبي، خص يكون العدل في الدار، وتكون الحنانه وتكون المحبه ما بين الرجل ومراته باش يبعدوا من هذه المدونه هذه اللي هي مدونه ديال التهم الاشقياء. القصه ديالنا انتم سمعتوها، نتمنى من الله تفيدكم وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.